السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله، ويبارك لأمة محمد. اللهم امين يا رب، اللهم امين. دي اوردر سمان هيتشحن دلوقتي حالا، هشحنه الحمول. ربنا يبارك يا رب للي هياخده ويبقى الف صحه وعافيه يا رب له. كنت شحنه له قبل كده يوم ما كنت بشحن شغل اسكندريه، كنت واخده له اللي كان موجود عندي، والنهارده قلت له يعني بعد 10 ايام هجيب لك اللي انت محتاجه. هو كان محتاج 40 واحده يعني 20 جوز. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. السمان ده عمره شهر، ربنا يبارك للجميع. اللهم امين يا رب. احجامه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا جدا. ربنا يبارك لي ولكم امه محمد ان شاء الله، ويرزق كل من كان الخير يا رب. اللهم امين. ده دلوقتي حالا انا حطيته في الكراتين، بس عشان مش هعرف اشيل 3 كراتين فانا هجزئهم في الكرتونتين واخدهم ان شاء الله دلوقتي حالا، وهطلع بيهم انا ومحمد ابني لان ابو ليلى في مشوار، فاخدهم دلوقتي واطلع اشحنهم دلوقتي حالا. فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع. اللهم امين. فانا جزأتهم في كرتونتين اهمت، ربنا يبارك. وهطلع دلوقتي حالا الحمول اشحنهم بس يا احمد. فدلوقتي حالا هطلع على طول اهوت، مستنيه محمد بس، وهنطلع نشحن الحاجه دي. بس يا احمد هيطيروا يا احمد، هو فين من ساعتها ما طاروش؟ ما انت عماله بتجعسهم اهو. دي الكميه يا حبايب قلبي، دول 40 جوز. الكرتونه دي فيها 25، وديت فيها اللهم صل على محمد، لا دي فيها 15 ودي فيها 25. ربنا يبارك يا رب عشان هم 40 واحده. فربنا يبارك للجميع ان شاء الله، ويرزق كل من كان. اللهم امين يا رب، اللهم امين. ويبارك لي ولكم امه محمد. انا حبيت بس اعمل معاكم فيديو بسيط كده النهارده واوريكم انا شحنت ليه. ان ايه، في ناس بتبقى تحب تسمع الفيديوهات بتاعه الشحن، بتشوفني انا بشحن ايه او ايه الطيور اللي موجوده عندي. لو حد محتاج سمان يتفضل يتواصل معايا وتحت امركم. فيه العمر ده، وفيه عمر شغال على البيض على طول، ان هو يشتغل على البيض على طول، واللي عايز للذبح برده في عندنا احجام كويسه. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان. اللهم امين. اللي عايز يتواصل معايا عن طريق القناه او حسابي على التيك توك، وانا تحت امر حضراتكم، وهرسل لكم الرقم بتاعي نتواصل مع على بعض كده ان شاء الله. واللي محتاج حاجه باذن ربنا، واذا اراد ربنا وكلنا عمر هشحنها لكم منين ما تكونوا ان شاء الله. فربنا يبارك للجميع. اللهم امين. ده سمان ابيض بيور اهو يا حبايب قلبي، ربنا يبارك. ده اللي هياخده لو هيسيبه عنده شويه كمان هيشيل اوزان 10 على 10. فربنا يبارك. بس اللي واخده بقى ما عندوش مكان هيذبح على طول. هو بيندبح على عمر 25 يوم. السمان بيندبح على عمر 25 يوم، يعني اللي عايز يذبح ومربي على عمر 25 يوم، بس اهم شيء يكون التغذيه بتاعته سليمه وكويسه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير. اللهم امين. احنا هنقفل بقى الكراتين بتاعتنا ونبستر عشان ما يطروش مني في الطريق، ونعتمد على الله نشحن الحاجه ديت نوديها لاصحابها ان شاء الله. فربنا ييسر الامور للجميع. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.